في صباح يوم الاثنين سنة 2016 مجموعة من رجال الشرطة والمحققين واقفين في مسرح جريمة وبيعتبروه من أبشع مسارح الجريمة اللي شافوها في حياتهم. المصورين بيغمضوا عينيهم من قسوة المشهد وهم بياخدوا صور متتالية بفلاشات قوية ومفزعة. فنيين الأدلة بيحاولوا يلموا البقايا المكسرة. عند بوابة المزرعة عسكري جديد بينهار وشريكه اللي معاه بيطبطب عليه بتعاطف. محدش فيهم قادر يخبي الرعب اللي شافه النهارده. البلاغ وصل في منتصف الليل من شخصين كانوا بيتمشوا على أطراف البلدة وسمعوا صريخ جاي من مزرعة قريبة. لما وصل الضابط للمزرعة كان خلاص فات الأوان، الكل مات ومفيش حد يتلحق. مفيش دلوقتي قدامهم غير إنهم يبدأوا يجمعوا الخيوط علشان يستنتجوا إيه اللي حصل بالظبط. المحقق انحنى وعدى من تحت شريط الشرطة الأصفر وسأل الضابط إيه المعلومات اللي قدروا يوصلوا ليها. الضابط اللي كان وجهه أصفر بلع ريقه بصعوبة وقال شكل المزارع اتجنن لأنه قتل عيلته كلها ولقناه هو كمان جثة في مكان تربية الأبقار والمواشي. دخل المحقق علشان يشوف المجزرة اللي حصلت. البيت كأنه بيت رعب حقيقي. زوجة المزارع ميتة في المطبخ، الأطفال الاتنين متخلص عليهم على سريرهم. المحقق عمره ما شاف جريمة اتعملت بالبرود ده. ازاي راجل ملهوش تاريخ في العنف يعمل حاجة بشعة كده في ناس المفروض انه بيحبهم وكمان من غير دافع؟ هز المحقق راسه وطلع على السلم لابس جلافز في ايده علشان يحافظ على مسرح الجريمة من اي بصمات دخيلة. بدأ يدخل أوضة بيسجل ملاحظات دقيقة على أي حاجة غريبة بيشوفها. المحقق ده عنده خبرة 20 سنة شاف فيها أسوأ ما يمكن، بس اللي شافه في الجريمة دي بالتحديد حسسه برجفة غريبة ما حسش بيها من سنين طويلة. في غرفة النوم الرئيسية مكان نوم المزارع وزوجته لقى مفكرة على كومودينو السرير. بدأ يقلب في المفكرة. في البداية كان في كلام عادي أكن في حد كان بيسجل يومياته، بس آخر 3 تدوينات بالتحديد كان فيهم تحول مرعب. التدوينة الأولى كان شكله متبهدل جدا لما رجع من المزرعة النهاردة، ساكت تماما بس قال حاجة كده غريبة ما قدرتش أفهمها. سمعت حاجة ما كانش المفروض أسمعها في المزرعة. مش عارفة كان قصده إيه بالظبط، بس قلت ما اضغطش عليه يمكن أعصابه تعبانة. بس ما بقاش بيتكلم مع الأولاد على العشاء وكان طول الوقت بيبص وراه لدرجة إني بدأت أحسه بخوف غير طبيعي. معرفش إيه اللي خلاه يتحول كده، بس هو كان باين عليه ملامح خوف من حاجة مجهولة. التدوينة رقم 2 بدأت أقلق عليه بجد. بقالنا كام يوم من ساعة ما سمع الكارثة دي في المزرعة وحالته بتسوء يوم عن التاني. ما بيرضاش يدخل الحمام لأن في حاجة في مراية الحمام بتخوفه. ما بيدخلش الغرفة وكمان ما بقاش بياكل، والأسوأ من كل ده إنه بطل حتى ينام. بصحى في نص الليل ألاقيه قاعد على السرير باصص على باب الأوضة، ما بينطقش ولا بيرمش بعينه. التدوينة التالتة والأخيرة ده ما بقاش زوجي اللي أنا أعرفه. في حاجة غلط مخوفها الأولاد ومخوفاني جدا منه. بدأ يجيب مسدسه معاه للسرير كل ليلة، ما بينامش بيفضل قاعد بيه طول الليل. سألته ايه اللي بيحصل، قال لي ان في حاجة جاية بس انا مش هسمح لها تاخدنا مهما حصل. انا مش فاهمة حاجة، انا هاخد الاولاد واروح اقعد عند امي كام اسبوع لحد ما يفوق من اللي هو فيه، بس خايفة من اللي ممكن يعمله لو حس اني هسيبه وامشي لان السلاح اللي معاه دايما متعمر وجاهز على الضرب. المحقق اتنهد وحط المفكرة في كيس الأدلة. للأسف دي قصة سمعها كتير، الحاجات البشعة اللي ممكن نعملها في اللي بنحبهم لما ما نكونش في وعينا. رغم من ان الموضوع يبدو محسوم من دلوقتي، انهيار عقل للزوج أدى لمجزرة بشعة، بس لسه في تفصيلة المحقق مش قادر يعرفها. ايه اللي سمعه المزارع ده بالظبط في المزرعة وخلاه يتحول بالشكل ده؟ دخل المحقق لمكان تربية الأبقار وطلب من كل الموجودين إنهم يخرجوا، عايز يبقى لوحده شوية. وهو بيقرب من جثة المزارع المرمية على القش، راسه كانت متدمرة تماما بضربة قوية كانت مشوهة ملامحه تماما، ورغم من كده كان ماسك شاكوش في ايديه وكان غرقان دم، ومن الواضح انها كانت أداة الجريمة. وفي ايده التانية ماسك حاجة غريبة، كان جرس من الأجراس اللي بتتعلق على رقبة الأبقار، كان واضح انه قديم ومصدي. يا ترى ايه اللي يخلي شخص يمسك جرس في ايده في اخر لحظات حياته؟ فكر المحقق وهو بيقرب من حاجة في الجرس لفتت نظره.
وهي إن الجرس كان عليه خدوش، ومن الواضح إن المزارع كان بيحاول إنه يكسره. وفضل سؤال يتردد في راس المحقق، ليه المزارع كان بيحاول يكسر الجرس بعد ما ارتكب الجريمة؟ المحقق مسك الجرس بإيديه، الجرس سليم، مجرد شيء قديم متهالك. فكر المحقق، طب إيه أهمية الجرس ده؟ بس قطع تفكيره، عنكبوت ضخم خرج فجأة من جوه الجرس ونط على ايديه. المحقق ساب الجرس كرد فعل لا ارادي، خبط الجرس على الارض وعمل صوت طنين نحاسي مدوي. الصوت فضل صداه لفترة طويلة في الهواء، اطول من اللازم، وبدأ يعلى اكتر كمان مع الوقت. المحقق حس ان قلبه بينبض بسرعة جنونية، تنفسه بقى تقيل، وصوت الجرس بيعلى، والمحقق حاسس ان في حد ضاغط على صدره، وقع على ركبته وبيخربش في رقبته اللي بدأت تتورم. هل دي بداية أزمة قلبية؟ وبيخربش في التراب وفي القش، بيحاول يمسك أعصابه، وحس ان الدنيا حواليه بتضلم، وصوت الجرس بيزداد بطريقة جنونية، لحد ما في النهاية قدر انه يصرخ صرخة ضعيفة، وبعدها انهار على الأرض. لما المحقق فاق من الغيبوبة اللي هو كان فيها، لقى نفسه على نقالة الإسعاف اللي كانت واقفة بره مسرح الجريمة. المسعف سأله لو هو كويس. الحاجة الوحيدة اللي قدر ينطقها بصعوبة: ما تلمسوش الجرس، محدش يلمس الجرس. الدكتور اللي عالجه قال مفيش أي مرض عضوي، غالبا المحقق مر بنوبة قلق حادة. المحقق قال للدكتور انه عمره ما اصاب بالنوبات دي قبل كده، وانه شاف كوارث كتير في شغله، بس الطبيب نصحه انه يرتاح من ضغط الشغل شوية، لان غالبا هو اللي اثر عليه ووصله للحالة دي. في الليلة دي المحقق كان في بيته بيشرب شاي بالاعشاب، لسه حاسس بقلق غريب. اهم ميزة في المحقق الشاطر انه يعرف يربط الاحداث ببعض، وهو دلوقتي قدر يوصل لدليل ان جنون المزارع بدأ لما سمع حاجة ما كانش المفروض يسمعها في المزرعة. المحقق هو كمان سمع حاجة ما كانش المفروض يسمعها، علشان كده مر بالحالة اللي هو فيها، واللي هي غالبا صوت الجرس. بس المحقق قال لنفسه ان دي غالبا ضغط عصبي عليه، وبص ناحية شباك المطبخ علشان يحاول ينسى اللي حصل له، لكن اللي شافه كان كابوس حقيقي. خيال طويل واقف وراه في انعكاس الشباك، شكله أشبه بالإنسان بس غريب بطريقة مش مفهومة، طويل ونحيف جدا، ووجهه أملس وعينيه جحظة وفمه كبير. مد إيده، أصابع إيده كانت رفيعة جدا وكانت على بعد سنتيمترات من راسه. بس أول ما المحقق شافه الكائن لف وبدأ يهرب. كوباية الشاي وقعت واتكسرت. لف المحقق وهو بيصرخ، بس المطبخ كان فارغ. سؤال واحد هو اللي كان بيدور في دماغه: ايه اللي حصل؟ المحقق عارف ان ممكن عقله يلعب عليه ويهيأ له حاجات مش موجودة، بس المحقق كان متأكد من اللي شافه وانه ما كانش بيحلم ولا بيتهيأ له. بس بدأ يعمل اللي بيعرف يعمله كويس، وهو انه يحاول يفسر كل حاجة بالمنطق. وقال: انا قضيت اليوم كله في مسرح جريمة مفزعة، قريت مذكرة بتقول كلام يقلق، وأصابني الذعر في نفس اليوم. ده كله مجرد ضغط عصبي خلاني أشوف حاجات مش موجودة. حاول المحقق يفضل هادي طول الوقت، الخوف بيدمر العقل بس الرعب لسه مسيطر عليه، وعنده إحساس قوي إن في حد بيراقبه. لأول مرة في حياته المحقق يقرر إنه مش عايز ينام في الضلمة، كل الظلال بتوتره. فكر إنه لازم ينام اليوم ده كويس علشان يصحى تاني يوم وهو في حالة جيدة. وهو على السرير كان خلاص بيستغرق في النوم، بدأ يسمع صوت باب الغرفة بيتفتح ببطء. صحى وهو بيتنفس بصعوبة، شاف صوابع طويلة وباردة، طويلة بشكل مش طبيعي، كانت ماسكاه من رقبته. بيحاول ياخد نفسه بصعوبة، عينيه اتفتحت فجأة وشافه للمرة التانية نفس الكائن، طويل ونحيف بس المرة دي واقف على صدره بيخنقه، وجهه مقسوم بابتسامة واسعة كشفت عن أسنانه الحادة المرعبة. الكيان قوي بشكل مش طبيعي، المحقق مش قادر يتحرك ولا يصرخ ولا يعمل أي ردة فعل، لحد ما في النهاية استسلم وفقد الوعي. بس لما فاق ما لقاش أي حاجة، قام وخرج من الغرفة. فضل قلبه ينبض بجنون،
جسمه مليان عرق، عمره ما خاف في حياته بالطريقة دي. الكيان اللي كان بيخنقه هو بالظبط نفس الكيان اللي شافه في انعكاس الشباك. وبعدها في فكرة تانية نورت في دماغه، وهو كان عبارة عن مقال قراه زمان عن شلل النوم. لما الشخص بيصحى فجأة والجسم لسه مشلول، فبيتهيأله إن في كيان أو جن بيهاجمه، والسبب الرئيسي لشلل النوم هو الإجهاد. اتنهد المحقق وقال أكيد ده كله حصل لي بسبب الإجهاد والإرهاق اللي أنا فيه. مفيش أي حاجة حصلت النهاردة ملهاش تفسير منطقي. بالرغم من كده ما قدرش إنه ينام تاني طول الليلة دي. صب لنفسه كام كوباية قهوة وبيتجنب لا إراديا أي حاجة بتعكس صورته. قعد على السرير لحد الصبح وهو بيراقب باب الأوضة. تاني يوم خرج عشان يروح الشغل، وهو واقف في إشارة المرور شاف عربية وقفت جنبه، ولمح حاجة في انعكاس شباك العربية. نفس الكائن المرة دي قاعد جنبه ومدد ايديه ناحيته. المحقق شهق ولف بسرعة، عينيه مبرقة، بس ما لقاش اي حاجة موجودة، مجرد اطفال ماشيين رايحين المدرسة. يمكن الخوف او الارق هما اللي بيسببوا له ده، بس في اللحظة دي بالذات حس ان في خطر حقيقي بيهدده، بس ما كانش يعرف ان اللي جاي اسوأ بكتير. على مدى الأيام اللي بعد كده رؤية الكائن ده كانت بتزيد يوم عن التاني. في أي وقت عينه بتيجي على مراية أو زجاج بيعكس صورته بيلاقي الكائن ده موجود، بس بيختفي بمجرد ما بيتضاير ويحاول يبص عليه. الناس في الشغل بدأوا يبصوا عليه بنظرات غريبة، بس هو طبعا ما حكاش لأي حد عن اللي حصل له، لأنه لو حكى هيقولوا عليه إنه أكيد مجنون. بس هو عارف إنه مش مجنون، الكائن ده حقيقي، دايما مستني وبيراقب حتى وهو مش شايفه. بقى بيحس إنه هو بيراقبه طول الوقت. بالليل الرعب بيبقى أسوأ، كل ما بيحاول ينام الكائن ده بيهاجمه، بيحس بإيديه وهي بتمسك رقبته وبتحاول تخنقه، بيحس بلكمات بتنزل على جسمه وأظافر طويلة بتخربش في جسده. بقى بيتجنب النوم والأرق بدأ يأثر عليه، بدأ يعيش على القهوة ومشروبات الطاقة علشان يفضل صاحي، وكمان بيشيل مسدسه في كل مكان بيروح فيه، بيخبي تحت المخدة بالليل، لأنه عارف إن الكائن ده مستني ومش هيسكت غير لما يخلص عليه. حالته كانت بتسوء يوم عن يوم، وهو راكب الأتوبيس مبهدل وتايه، هدومه ريحتها بشعة، عينيه حمرا وتحتها سواد، وجسمه بيرتجف. مبقاش المحقق المعروف، مبقاش يقدر يسوق عربيته، أعصابه باظت من قلة النوم ومن الأرق. وهو مستني الأتوبيس شافه، بس المرة دي ما كانش وراه، المرة دي كان على الرصيف التاني واقف وسط الناس وهما مش حاسين بيه ولا شايفينه، بيبتسم. المحقق كان جاهز المرة دي وقرر انه لازم يخلص عليه. في حركة واحدة سريعة سحب سلاحه وبدأ يضرب النار على الوحش. الشارع كله صريخ والناس بتجري، بس الوحش ما بيتحركش، واقف في مكانه مبتسم، والمحقق بيفرغ فيه الرصاص كله. سمع صوت الجرس وهو بيرن تاني. المحقق فضل يتقدم ناحية الكائن ده ويضربه، بس ما بيتأثرش، وفضل المحقق يصرخ بأعلى صوته، وصوت الجرس بيعلى أكتر وما بيوقفش. والمحقق أدرك إن الكائن ده مش هيموت أبدا، وإنه هيفضل مطارد منه طول حياته. الحقيقة إن الجرس اللي المحقق لقاه في منطقة تربية الأبقار ما كانش جرس عادي. الجرس القديم ده اللي عليه صدى ده مش جرس عادي، ده اسمه SCP 513. اكتشفوا عميل في مؤسسة SCP في موقع سري، وكانوا مغطينه بشريط لاصق علشان ما يصدرش أي صوت، وكان معاه ورقة مكتوب عليها: إذا شفته الوقت هو يقدر يسمعك، وإذا لمسته يقدر يشوفك، إياك تحرك الجرس، لأن لو سمعت صوته وقتها هيقدر يلمسك. ودي كانت تحذيرات مهمة جدا، لأن أي حد بيضرب الجرس نهايته بتكون الموت. السؤال هو قد إيه هيعاني نفسيا وجسديا الشخص ده قبل ما يموت. لما الجرس بيرن أي حد بيسمعه بيبدأ يعاني من قلق جنوني، ضربات قلب سريعة، وإحساس إنه مراقب طول الوقت. خلال ساعة الخوف بيتحول لحقيقة، هو الكيان الشرير اللي بيطارد الضحية بيقرب من وراه.
بس بيختفي لو الضحية حاولت تبص عليه، وبيهاجم الضحايا في نومهم علشان يوصلهم لمرحلة الجنون. التهديد ده بيزيد لحد ما بيوصل الضحية لمرحلة الجنون والعنف، والنهاية بتكون موت مأساوي. SCP-513 دلوقتي محطوط في مكعب ضخم من الجيلاتين جوه غرفة عازلة للصوت علشان محدش يسمعه، وكل اللي بيدخلوا الغرفة لازم يلبسوا سدادات للأذن قوية علشان محدش يسمع صوته. كل الضحايا اللي بيتعرضوا للجرس ده بيتم مراقبتهم، ممنوع ياخدوا مهدئات أو يغمى عليهم. أي ضحية بيغمى عليها بيتم إنهاء حياتها فورا علشان الكائن ده ما يتمكنش منه. فخلي بالك لو لقيت جرس قديم غامض اوعى تلمسه، واوعى ترن الجرس ده مهما حصل.